الله يسعد أوقاتكم جميعا. بعد غياب وامتحانات رجعت لكم بوصفة غير شكل. وصفة بيتي فور أقل ما يقال عنه غرام وبدوب بالتم ذوبان. طبعا وصفات البيتي فور كتيرة، بس هالوصفة عدلت عليها شوي لحتى وصلت للطعم والشكل اللي بدي إياه، بحيث إنه أي صبية تقدر تعمله بدون مكبس أو قطاعات، وبنفس الوقت يكون ناعم وهش كتير. وقبل ما أبدأ بتمنى إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب لحتى أقدر استمر بالقناة. لاحظوا هون معي قديش البيتي فور هش وخفيف. هذا هو القوام اللي بقدر لكم فيه أنه بنافس فيه أكبر المحلات. رح أحكي بالفيديو عن عوامل نجاح وفشل البيتي فور، لهيك بتمنى تتابعوا الفيديو للأخير. ومثل العادة خلونا نبدأ بسم الله ونبلش بالمقادير. راح احتاج 300 جرام طحين، معلقة كاكاو، 250 جرام زبدة، 100 جرام سكر بودرة، بيضة كاملة زائد صفار بيضة مع فانيليا ولون أحمر. هلأ بالنسبة للون الأحمر الكمية بترجع لنوعية اللون اللي عندكم. أنا النوعية اللي عندي ممتازة فما رح أحتاج كتير. رح أحط الزبدة بعدين ضيف عليها السكر. الزبدة لازم تكون باردة كتير، وبخفق بالخفاقة تقريبا من 5 ل6 دقايق. هلأ خفق الزبدة مع السكر بالبداية هو أكتر عامل بيخلي البيتي فور هش وطري. هلأ هون ضفت البيضة الكاملة، وبعدين ضفت الصفار، وما ننسى الفانيليا كمان. هلأ هون رح طفي الخفاقة ورح بلش ضيف الطحين مع الكاكاو واللون الأحمر. أنا هون ما رح أعجن، مجرد العملية هي تقليب من تحت لفوق بهالطريقة مثل ما انكم شايفين بالفيديو، من تحت لفوق بكفي ما أكتر. هلأ بحط باقي كمية الطحين والكاكاو وبكمل تقليب بسباتيولا لحتى تختفى كل كمية الطحين. برجع بأكد انه نحنا ما بدنا نعجن، يعني بدي البيتي فور يضل هش، ما بدي اياه يصير بسكويت. وهيك صار معنا الشكل النهائي. هلأ بالنسبة للشكل رح اختار شكل الوردة. رح أعبي خليط البيتي فور بكيس الكريمة وبضغطة بسيطة بالصينية وبكفي. بخلص كل الكمية. وهلأ عنا أهم مرحلة اللي هي أنه نحط الصينية بالفريزر لمدة 10 دقايق أو 15 دقيقة قبل ما ندخلها على الفرن. وبهالطريقة طبعا بنحافظ على شكل البيتي فور. هلا رح أحكي بالنسبة للخبز. درجة الحرارة 170 رح ياخدوا معنا تقريبا بين 15 ل20 دقيقة. طبعا كل فرن بيختلف عن التاني. وهيك شكل بيتي فوراتي لما طلعوا من الفرن.
بالنسبة للاستواء نحن رح نستنى تنشف الزبدة، يعني تختفى لمعة الزبدة بالفرن. بعدها بنستنى بس مجرد انه ياخدوا سواء. هلأ بالنسبة للتزيين أنا رح زين بالشوكولا البيضة. تدويب الشوكولا البيضة بقطعها قطع صغيرة وبحطها بالمايكروويف تقريبا كل 10 ثواني، بطلعها وبحركها. هي الطريقة اللي مندوب فيها الشوكولا البيضة. هلأ ببساطة بفضي خليط الشوكولا البيضة بكيس الكريمة، بعدين بالمقص من تحت بعمل ثقب صغير وبصير بزين بهالطريقة. خطوط رفيعة بتعطي شكل كتير حلو. هلأ الكمية الباقية رح لزق كل قطعتين مع بعض، بحط كمية من الشوكولا وبلزق عليها قطعة تكون تقريبا نفس القياس وبخليها لتنشف. أنا أبدا ما بفضل تحشو البيتي فور بالمربى، لأنه المربى رح يعطي رطوبة، يعني تاني يوم أو تالت يوم رح نلاقي البيتي فور صار رطب، وهالشي أبدا ما محبب، وخصوصا للصبايا اللي بيشتغلوا طلبيات. هلأ هيك لحتى تخلص معي كل الكمية وهيك بتكون خلصت وصفتنا لليوم. إن شاء الله يا رب يكون عجبكم الفيديو، وإذا عجبكم الفيديو بتمنى تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، لأنه بصراحة بدون دعمكم شغلي رح يكون ولا شي. ومنلتقى إن شاء الله بالفيديو الجاي، لوقتها يا رب تضلوا بألف خير. ورح أترككم مع شوية صور من الوصفة، يا رب يعجبوكم.